السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أجمل متابعين وأحلى مشاهدين، دلوقتي هنعمل لكم حبة ترقيص زي ما انتم شايفين كده. شايفين عاملين ازاي؟ هما مقرمشين بس في نفس الوقت دايبين. بس حلو ازاي؟ والطعم بقى والريحة أجمل وأجمل وأجمل وأجمل، يعني مش قادرة أوصف لكم. اعملوه بس بالمقادير اللي انتوا هتشوفوها كده ويطلع. هنا معايا كوبايتين سكر مع معلقتين خميرة بيرة حجمها قد عين الجمل، ودوبتهم بالسكر. بص ساحت ازاي، وعليهم كوباية لبن دافية عشان ده كده بتسرع معاك الخميرة اكتر، ما بتخليكيش تاخدي وقت عشان كنت هتخبزي على طول ورا بعضه. اهو انا معايا كيلو دقيق بنخله اهو، كيلو دقيق بنخله، واحط عليه ان شاء الله نص كوباية سكر. سكر عادي مش بودرة. كحك نص معلقة، أقل من نص معلقة، تدي طبعا ريحة وطعم جميل. وده معلقتين ينسون متنقيين ومتحمصين. واللهم صل على النبي. معايا كيسين فانيليا تدي ريحة حلوة للقراقيش، تدي ريحة برضك وطعم. ومعايا 3 معالق سمسم عادي مش الأبيض، عادي 3 معالق سمسم. ومعايا 3 معالق لبن بودر نيدو أو أي نوع عندكم. ومعايا هنا 3 معالق 3 معالق نشا تديكوا القرمشة. وهنا بيكنج باودر معلقتين، وربع معلقة ملح أو أقل نص معلقة ملح، يعني أقل حاجة بسيطة، أقل من نص حاجة بسيطة. همكس العجينة كلها في قلب بعضها اهي زي ما انتوا شايفين. ومعايا بعد كده ان شاء الله كوبايتين سمنة وكوباية سمنة بلدي واحطها اهي، ونص كوباية سمنة بلدي وعليها نص كوباية زيت ذرة أو زيت تومية نضيف زي ما انتوا عايزين. كده معايا كوبايتين. والخميرة طبعا أنا عملتها ولقيتها فارت بسم الله ما شاء الله، ملت الكوباية وبعدين رحت عاينة الغطا من عليها شوية عشان لقيتها تفور وتقع في الأرض. امكس العجينه كلها. بص لما لقيت عملت ازاي اهي في ايديك تبقى عامله كده، خلاص كده اتبست حلوه قوي. انا طبعا حاطه كوبايه ميه، حاطه كوبايه لبن على الخميره. بص الخميره عامله ازاي بسم الله ما شاء الله. دي خميره بيره يعني مش فوريه، 2 بحجم عين الجمل كده. وادي كوبايه لبن يبقى دي كوبايتين. وطبعا مكان اللبن حطيت نص كوبايه ميه. هاجي كوباية بس مش هتاخدها كلها، تاخد نص كوباية. أصبح خد مني 2.5. عايزين تعملوها بمية عادي، عايزين تعملوها بلبن عادي، بس أنا يعني عايزة حاجة مش هنبيعها ولا حاجة، ده حاجة عشان تغذي الأولاد. وبسم الله ما شاء الله مش قادرة أقول لكم وأنا بخبزها الصاج اللي يطلع كان يتاكل باللبن بالعيال بره. بسم الله ما شاء الله على جماله وعلى ريحته، كانت قلب الدنيا والله. زي ما بقول لكم جربوها كده وحاجه من الاخر. ادي العجينه في ايديا بوريها لكم. بص طريه خالص زي الملبن ازاي اهي، زي الملبن في ايديا. هسيبها طبعا تخمر شويه والبسها كيس العجان اهو كده. خمرت وبقت زي الفل اهي، مش شايفينها ازاي بسم الله ما شاء الله في ايديا زي الملبن، زي الملبن، طريه زي الملبن. هقسمها كده بالسكينه. والله انتوا وحشتوني جدا، وربنا يديم المعروف، وربنا يخليكم، ومتشكرين جدا على دعمكم لينا، وربنا يبارك لنا في عمركم. اعملوها بطريقتي كده ومش هتنسوا طعمها ابدا. وانتوا قاعدين كل يومين كل 3 تعملوها. العيال مش قادرة اقول لكم ما خلونيش اصور ولا صاب. بسم الله ما شاء الله
قاموا بيهم، قاموا بالكيلو. يعني في الاخر كده خدت وحديتين وصورتهم لكم في ايديا. كده بلم العجين، بلمه كده واحطه على جنب، او زي ما انتوا شايفين. لميتهم كلهم اهي. بسم الله ما شاء الله، العجينة في ايدي ملبن. الله اكبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. بس انا ببطط العجين تبطيط، بص في ايديا ماشي بسم الله ما شاء الله زي الحلاوه. قيمه سنتي، يعني قيمه ايه، عقله صباع كده عشان ما يبقاش واطي قوي. باخدها من الجناب كده عشان اربعها اهي بالقطاعه. وطبعا هعيده تاني يعني. اهو عملتها على 3 بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين، واقطعها على طول اهو. اقطعها وارصي في الصاج اهو. اديني بقطعها بالقطاعه كده. سهله بالنسبه لكم قوي قوي قوي، يعني ما فيش حاجه عنها. زي ما انتوا شايفين عملت واحده تانية اهي اهي. تاخدوها بردك على طول كده زي ما انا موريها لكم وترصوها. انا مش عاملاها عاليه قوي، بس جميله جدا جدا جدا. طعم اقسم بالله العظيم، طعم هتعملوه. عاملاها بسمنه بلدي وزيت ذره، بس انتوا حسب المقدار اللي عندكم تعملوا بيه براحتكم. تعملوه بسمنه علب، تعملوه بزبده سايحه، تعملوه بسمنه بلدي زي ما انتوا عايزين. وانا كده برص الصاج. هما طلعوا صاجين. اول صاج بسم الله ما شاء الله ما لقيناش منه واحد، لان كانوا محضرين كوبايات اللبن وقاعدين ايه مستنيين. الريحه جننتهم اهو. بقطعها، ممكن تعملها مستطيله وتقطعها على طول زي حسب ما انت عايزه اهو. هرصها في السجان، بتعملي الحرارة على ايه، على 180. وبعدين تخلي النار حامية قوي 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 في فرن. وبعد كده لما تكون خمرت، ده كمان العيال يستعجلوا عليها لان الدنيا كانت ليل، كنت بعمله لهم الساعة 2 بالليل والله. واستعجلوا كمان يعني ما خمرش الخمران اللي انا عايزاه. بصي كمان طالع عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله على طعمه وعلى جماله. والفرن ما كانتش مساعداني قوي، لان انا عندي فرن عاديه